أهلا بيكم في فيديو جديد. لا تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها. قصة زيزو اللي شاغلة السوشيال ميديا والتجديد والعقد والخناقات والقصص دي كلها. آخر الكلام زيزو أصدر بيان قال فيه لمجلس إدارة نادي الزمالك، أو بمعنى أصح أنه حط مجلس إدارة الزمالك في خانة اليك زنقه. قال له أنا معاكم، هاتوا فلوس ويشتروا لعيبة ودعموا الفريق بلعيبة وادفعوا مستحقات اللعيبة، وأنا في الآخر خالص مش هقول لكم عايز فلوس، ولكن أنا عايز أقعد في نادي الزمالك. أولا وآخرا أنا مش هتباع ولا هطلع إعارة، أنا عايز أقعد في نادي الزمالك، بس أنتوا تلتزموا بالشروط اللي اشترطوها معايا واللي اتفقنا عليها. ولكن في أخبار إن مجلس إدارة الزمالك بدأ يرجع في الكلام اللي قاله الزيزو. فالولد عايز يقعد في نادي الزمالك وعايز يعمل تاريخ في نادي الزمالك. وطبعا زيزو من الناس المحبين لنادي الزمالك، وعايز الراجل يعمل تاريخ مع نادي الزمالك. ده خبر. الخبر الثاني، في مهاجم اسمه عادل بولبينا، جزائري مهاجم، عرضوه على مارسيل كولر في النادي الاهلي، ومارسيل كولر وافق عليه وقال انه لاعب كويس، وقال تفاوضوا معاه. واللاعب ده في ميزه انه ممكن يجي تحت السن، يتقيد تحت السن، ما يتحسبش في القائمه الاولى، وده ممكن يفيد الفريق. ابراهيم عادل لاعب بيراميدز جاي له عقد من ختافي الاسباني للاحتراف، بس بيراميدز خايف من حاجه واحده، ان يكون العقد او ختافي ده بمثابه كبرى عشان ينتقل للنادي الاهلي. ولكن اللاعب بيؤكد، وكل البنود وكل الشروط بتقول ان اللاعب مش في طريقه الى الانتقال للنادي الاهلي عن طريق ختافي، لكن هو عايز يحترف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.